جات حسام حسن أو كابتن حسام حسن طبعًا مدرب المنتخب المصري، خلّينا نتكلم يعني هنتفق على حاجات، إن هو داخل الملعب كان أسطورة وهو لاعب، لكن كمدرب بالنسبة لي لسه قدّامه حاجات كتير عشان يثبتها، تقول لي عمل في كأس العالم، تمام، تمام، لسه برضه بدري. وبعدين أنا عايز أفهم حاجة يا كابتن حسام حسن، زمان، زمان يعني ما كانش حد يعرف مرات لاعب ده اسمه إيه، ولا عياله اسمها إيه، دلوقتي بسم الله ما شاء الله لازم اللاعب يطلع بمراته يفرّجها للناس، يطلع بعياله ويفرّجهم للناس، هي مش فُرجة حضرتك، اشمعنى زمان ما كانش حد يعرف يعني حسن شحاتة أهو بشهرته، ما حدش يعرف مراته، أبو تريكة ما حدش يعرف مراته، بركات ما حدش يعرف مراته، حازم إمام ما حدش يعرف مراته، لعيبة كتير أمثال كده عمرو زكي، جمال حمزة، لعيبة كتير من الأهلي، يعني ما فيش بقى غير مشهورين ممكن عماد متعب عشان اتجوز واحدة مشهورة ومش عارف إيه، لكن تعالَ هات لي مثلًا لعيبة في الأهلي أو في الزمالك أو في أي حد كانوا يعرفوا مراتاتهم وكل شوية يتصوروا وتنزل على السوشيال ميديا، ومرات حسام حسن دلوقتي في الساحل، ومراته التانية مش عارف فين، واتضربوا فين، واتخانقوا فين، دي مش بتاعة السوشيال ميديا يا فندم، دي حياتك الخاصة، حياتك الخاصة تكون خاصة، اسمها خاصة، يعني ما حدش يعرف حاجة عنها. شوية يتخانقوا، شوية يتعملوا، إحنا مالنا كجمهور نعرف أصلًا أساميهم ليه؟ إمام عاشور ساحب مراته في كل مكان، مش عارف مين ساحب مراته حتى المستشار مرتضى منصور طلع واتكلم على كل ده بتفصيل، لكن أنا عايز أفهم حاجة واحدة، أنت أُغمى عليك ورُحت المستشفى أثناء الخناقة، آه، وما أُغميش عليك، يعني ما جاش إغماء وأنت لابس 3 أجوان من الأرجنتين، يعني دلوقتي أُغمى عليك أول ما هُم اتخانقوا مع بعض، واللعيبة في المنتخب كانت تخاف لدرجة إن الحركة اللي عملتها لإمام عاشور هوب راح عامل كده وخاف منّك، ولبست 3 أجوان من الأرجنتين، ما فيش أي إغماء على حضرتك خالص، لكن هنا تم الإغماء عليك عادي، يعني يا ريت، يا ريت بجد يا كابتن حسام تحافظ على تاريخك المتبقي وما حدش يعرف حاجة عنّك تاني. دي حياتك الشخصية، ليه تعرّف الدنيا كلّها عندك وفضيحة والجريدة تتكلّم ودي الجريدة دي تتكلّم وده يتكلّم وده يتكلّم، ليه؟ ليه؟ حياتك الخاصة خلّيها خاصة بعد إذنك وما فيش حد يعرف حاجة عنها سواء حضرتك أو كل اللعيبة، كل اللعيبة مطالبين إن مراتك دي يا فندم ما حدش يعرف حاجة عنها، ده المفروض ولادك ما حدش يعرف حاجة عنهم، والّا أنتم حابين كده عشان الناس كل شوية تتكلّم عليكم؟ يا ريت تقولوا. قُلنا في مشاكل مع إمام عاشور والناس ما صدّقتش، وقعدت تقول أنتم بتحاولوا توقّعوا الدنيا، اللاعب مش عارف إيه، طَب أهو يا عم، نقلًا عن كابتن أحمد شوبير، بيقول إيه بقى، عمّوطة يقرر استبعاد إمام عاشور من وِدّية الأهلي وبرشلونة، ما أعتقدش إن في لاعب يعني في مصر هيبقى عايز ما يلعبش مع برشلونة، أو يلعب ماتش وِدّي زي ده. أهو يا جماهير، أهو يا دنيا، عمّوتة مدرب الأهلي الجديد اللي ما فيش أي خصومة بينه وبين أي لاعب، لسه الراجل أصلًا بيتعرّف على كل اللعيبة، أعتقد لسه ما حفظش أصلًا أسامي اللعيبة، يقرر استبعاد إمام عاشور من وِدّية برشلونة، ها في مشاكل؟ في مشاكل، هل هتتحل؟ الله أعلم، إمام عاشور متمسك برأيه وعايز يحترف، والأهلي مصمم وقال لك يا باشا أنت تكمّل عقدك، أنا شايف إن الأهلي صح وإمام عنده حاجات صح، إمام عايز يتساوى زيه زي بقية اللاعبين، والأهلي برضه صح، لإن الأهلي أنت ليك عقد معيّن وعايز معلش يا باشا أنت مضيت معايا بكذا، فتكمّل بكذا زي ما أنت قُلت، لكن هو شايف إن هو غير متقدّر ماديًا زي بقية اللعيبة، فهل الحوار هيتحل؟ في إيه؟ الأهلي كل يوم يطلع ببيان يقول لك إيه مثلًا، لأ أدم وطني مش هو الوكيل، ده الوكيل أحمد كُفتة والّا أحمد كُفتة، والتاني يطلع برضه يقول لك لأ ده الوكيل، ومش عارف إيه، وحوارات شغّالة وما حدّش فاهم حاجة، وقُلنا الكلام دوّة لمّا قُلنا إمام ما سافرش في الأول مع البعثة، قالوا لأ إمام سافر وادي الصور، طَب أدي إمام ولا لعب الودية الأولى ولا لعب الودية التالتة ولا هيلعب ودية برشلونة كمان، إيه رأيكم وإيه الكلام؟